في أحد الأيام كان المهاتما غاندي يسابق الزمن. ركض بخطوات سريعة يحاول اللحاق بقطار بدأ يتحرك ببطء، وبينما يمد قدمه الأخيرة ليقفز إلى داخل العربة سقطت إحدى فردتي حذائه من قدمه لتستقر على سكة القطار خلفه. تجمع من حوله أصدقاؤه ينظرون إليه بدهشة، لكن غاندي لم يتردد. توقف، خلع فردة الحذاء الثانية ونظر إليها للحظة، ثم رماها بقوة نحو الأولى التي سقطت. ساد الصمت لثوان قبل أن يسأله أحدهم متعجبا: غاندي، لماذا رميت الحذاء الآخر؟ لقد بقي معك واحد. ابتسم غاندي بهدوء وقال: الفقير الذي سيجد الحذاء على السكة لن يستفيد من فردة واحدة، فقررت أن أمنحه الاثنتين، لعله يحتاج إليهما أكثر مني. الحكمة هكذا. ومن موقف بسيط علمهم غاندي درساً في السخاء، أن العطاء الحقيقي لا يكون بما تملكه، بل بما يحتاجه غيرك حقاً.